النظام العسكري الجزائري بقيادة نقريحة يريد إشعال فتيل الحرب ضد المغرب شهر تنبير المقبل، ويجمع كل أنواع الأسلحة على الحدود المغربية بعد اندحار رضيعته البوليساريو. وفي التفاصيل كشفت تسريبات أن الكبرانات يجمعون أسلحتهم على الحدود المغربية بشكل غير مسبوق، وأن سعيد نقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري أعطى أوامره السرية لتعزيز الترسانة العسكرية في مواجهة الجدار الأمني بذريعة تصعيد عسكري مرتقب بداية من شهر شتنبر القادم. ولا يخفى على الجميع في منطقة المغرب العربي الكبير الوضع الذي يغلي على صفيح ساخن، والمتمثل في التوتر الأخير بين الجارين الجزائر والمغرب. هذا الوضع الذي أصبح خطيرا للغاية والذي لا يبشر بخير يجعلنا نتساءل عن النيات المبيتة لدى النظام العسكري الجزائري تجاه المملكة